على الهاتف مباشرة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لولاية الشباب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس بعثة منتخب المملكة المتواجد في مسقط في دورة كأس الخليج التاسعة عشر. سمو الأمير مساء الخير وهارد لك على الخسارة. أهلا وسهلا. والحقيقة طبعا اليوم لم نقدم المستوى المأمول، بس الحقيقة لي ملاحظات على عدد من الحاضرين عندك مثل جاسم تفضل ومثل الرومي ومثل فيصل أبو اثنين. الجاسم تحدث انه ما في خطط لرعايه الشباب ولا في اكاديميات ولا شيء، كل الكلام اللي قاله جاسم خطا. الاكاديميات هذه ان شاء الله بتوضع. جوله الامير نواف بن فيصل 4 أو 5 مدن اوروبيه ومدينتين في امريكا الجنوبيه البرازيل والارجنتين، وهناك اتفاقيات وقعت معها. نعم مضبوط. فلذلك ان الشيء الاخر كل شيء في مخطط في الرئاسه العامه لرعايه الشباب، واعتقد انه يمكن ربما عن جهل بالنسبة لجاسم لأنه يتحدث بالشيء لا يفقه فيه. هذا أولا. وبيكم معي الحين أتناقش أنا وياه على أي مبدأ. والشيء الثاني وش دخل فهد المصيبيح؟ تقول أن المباريات تلعب في يوم واحد، ولا لعبت في يوم واحد وش يصير؟ والرجل مجتهد، وش دخله في أنه تقول أنه في مناظرة بينه وبين ناصر الجوهر ولا هو يقيم ناصر الجوهر يا جاسم؟ أعتقد أنكم تتحدثون بحديث لا تفقهون، كلكم ما تتحدثون بشيء ما لا تفقهون فيه. الشيء الآخر إذا كان في نقاش خلينا نرحب بالنقد لهذا البرنامج منكم من 1000 واحد مثلك، وأنا فاتح باب النقد، لكن تقولون كلام خطأ على الاتحاد السعودي. يا أخي كسبنا مباراة، أنا قلت لك لم نقدم المستوى المأمول وكسبنا لاعبين وكسبنا وجوه جديدة. نعم. المرشدي وأسامة والزوري وعبد الله الشهيل وأحمد الفريدي وأحمد عطيف، هل هذا ونايف عزازي وحسن الراحل هل هذول كلهم ما هب لاعبين جدد؟ فلذلك والان انا بنتقل الرومي وفيصل باثنين. انت كيف تتكلم يا جاسم عن فهد المصيبيح وتقول فيها الكلام؟ رجل مجتهد عمل اكثر منك 100 مره، بذل جهد للبلد اكثر منك مليون مره، تقدر تتكلم عليه انت وغيرك بهالشكل؟ احترموا انفسكم، احترموا انفسكم انتم اللي قاعدين الحين. وش تقول يا جاسم؟ كلامك السيء انت. تحدث. تفضل محمد. هل بالنسبة طال عمرك للمصيبيح؟ نعم. يعني أنا أرى نأخذ فرصته سمو الأمير، وأعتقد أن في كفاءة موجودة الآن إدارية موجودة. في إيش؟ في كفاءة إدارية موجودة في الأندية، المفروض أن نستفيد من خبراتها. الكفاءات الإدارية يا جاسم. سم؟ أقول لك أنت تقيم الكفاءات الإدارية أنت واشكالك. فهد المصيبيح إداري ممتاز. إداري ممتاز. فلذلك يجب عليك على شبكة المواطن السعودي أولا. وثانيا أنت لا تتكلم عن شيء ما تبقى فيه. قلت لك الأمير نواف راح هذا في أكاديميات سوف تقام في الرياض وجدة والشرقية. وفي تخطيط للاتحاد كرة القدم. كل شيء مبرمج يا أخي. كيف تتحدث أنت عن الموضوع هذا؟ فلذلك عليكم الصمت أو التكلم بالحقيقة. هذه لك ولغيرك. عطني عبد الرحمن الرومي. سام طال عمرك. انت كيف تتكلم بهالاسلوب الغير واقعي وكانك انت المنقذ؟ انت تتكلم تقول منتخب الكويت لم يقدم شيء، قدم شيء والف شيء. مستوى ممتاز وكسبنا لاعبين جدد. اما انت تحط الناس على رايك، انا اتفق معك انه في مباراه اليوم لم يقدموا منتخبنا المستوى المأمول. لكن ليس بهذه الشكل. وليس بهذا الاسلوب. اللي حنا ما نقره تماما. احنا سمحنا لكم بالنقل هذا في البناء، لكن ما هو بهالاسلوب اللي غير طبيعي. قاعدين هنا تتمهزون ولا تقولون هالكلام الغير طبيعي. عاطني فيصل ابو اثنين. تفضل طال عمرك. وش الكلام اللي تقول فيه شرها وما شرها والامور هذه كلها؟ انتم ما تقيمون انفسكم. انت ما تقيم نفسك انت ولا غيرك. احنا نشتغل ليل نهار وانت قاعد تبربر في التلفزيون. ما تحفظون انفسكم ولا تحفظون قيمتكم. تقعدون تهينون هالناس بهالشكل الغير معقول. هذا مرفوض ثم مرفوض ثم مرفوض. عليكم الالتزام بالاخلاق السعوديه. يا سمو هم قاعدين الأمير. قدام التلفزيون ولا مع مقدم برنامج يعطيك اللي تبي. لا اريد تكرار هذا الحكي. تبي تنقد فنيا اهلا وسهلا. احنا ما نقدنا تبي فني يا تنقد سمو فنيا الأمير. نفسك من الكلام الفاضي. احنا نقدنا فني يا سمو الأمير. لا غير فني. وش تقول هذا؟ لا نقدنا فني يا سمو الأمير. وبعدين انت تتحدث عن دوله يا ابني. الله يحييك، احنا نتحدث عن دولة
وانت المسؤول الاول عن قطاع الرياضه، يعني انت المسؤول الاول عن الرياضه تتكلم زين عن الرياضه. احنا نتكلم عن الرياضه بشكل زين طال عمرك. لا ما هو بشكل انتم الان خذيتوا مجال اكثر من مجالكم. وش هو المجال اللي خذيناه؟ خذيتوا باشكال غريبه عجيبه، ترى انا تحملتكم الشيء الكثير. عليكم ضبط النفس وعليكم بالادب يا سمو الامير، وعليكم بحسن الاخلاق. كان ما تربيتوا احنا نربيكم. لا ولا الحمد احنا متربين يا سمو الامير، ونعرف حدودنا ونعرف اخرتنا. احنا طبعا انت سمو الامير انت المسؤول على اول الرياضه. نعم مسؤول عن اول، احنا نشتغل ليل نهار. يفترض ما عارفين مقدرين عملكم يا سمو الامير، ما حد قال شيء بعملكم. بالاضافه لا تقول ولا بننتقص من عملكم يا سمو الامير. ولكن الوسط الرياضي عندنا يا مسلم. ولكن الوسط الرياضي يا سمو الامير، الوسط الرياضي يا سمو الامير، سمو الامير الوسط الرياضي يتقبل اراء مختلفه. نشكر سمو الامير سلطان بن فهد، جهودكم واضحه سمو الامير وما تقدمونه من عمل واضح وبين على المستوى المحلي وكذلك على مستوى المنتخبات تحديدا.